كلمة اللجنة المحلية لحزب الشيوعي العراقي في أربيل. 13 هاوري عادل سليم وتاري لجنينا وخوي حزب الشيوعي العراق لهولير كرسكتات. ضيوفنا الأعزاء، أيها الأصدقاء، أيها الرفاق، اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات اللجنة المحلية لحزبنا الشيوعي العراقي في محافظة أربيل وشكرها الجزيل على تلبيتكم الدعوة لحضور احتفالنا المكرس بالذكرى 42 لميلاد حزبنا المجيد، الذكرى العزيزة على قلوبنا نحن الشيوعيين العراقيين. أيها الأصدقاء وأيها الرفاق الأعزاء، في شهر آذار، شهر الربيع والخير والسلام، احتفلنا بالعديد من المناسبات والأعياد، وكان آخرها عيد ميلاد حزبنا الشيوعي العراقي المجيد. حزب الشهيدة والكادحين. وبهذه المناسبة فإلى الطبقة العاملة العراقية المجيدة، وإلى كل فلاح في كل قرية وحقل، وإلى كل مثقف أينما وجد، وإلى الشبيبة والطلبة والنساء، وإلى كل مواطن خير في عراقنا، وإلى جماهير شعبنا، وبهذه المناسبة ألف تحية وتهنئة. يجدر بنا أيها الأصدقاء وأيها الرفاق أن نعرب عن وفائنا نحن الشيوعيين العراقيين لكل الذين عبدوا بجهودهم المضنية وبعرقهم ودمائهم طريق مسيرتنا الثورية الظافرة، وأن نمجد قافلة ضحايا وشهداء حزبنا في شخص مؤسسه الرفيق يوسف سلمان يوسف صمد، والآخرين من رفاقه وتلامذته، وأن ننحني إجلالا أمام ذكراهم المجيدة وأمام ذكرى كل شهداء شعبنا وحركتنا الوطنية الثورية، ونؤكد بأننا على العهد باقون حتى تتحقق كامل الأهداف والأماني التي وهبوا من أجلها حياتهم الغالية. أيها الإخوان وأيتها الأخوات، انبثق حزبنا الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 كضرورة تاريخية استلزمها تطور الحركة الوطنية وتطور حركة الطبقة العاملة العراقية، مجسدا وحدة النضال الوطني والطبقي للعمال والفلاحون وسائر الكادحين، ووحدة نضال القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية والأقليات القومية من أجل التحرر الوطني والديمقراطية، ومن أجل إقامة النظام الاشتراكي في بلادنا. وإن حزبنا منذ ظهوره في ميدان النضال الوطني التحرري رفع عاليا راية الوطنية الحقة، وبقى أمينا لتقاليد شعبنا الثورية العريقة، وزاد ببسالة عن حرية الوطن وحقوق الشعب، وقد أشغل بجدارة موقعه في الحركة الوطنية الثورية كفصيلة مقدامة، حيث تقدم الصفوف الأولى في نضالات شعبنا ضد الاستعمار والرجعية، ومارس بتثقيف الشعب بالأخوة الكفاحية بين العرب والأكراد والأقليات، وحل المسألة الكردية حلا سلميا ديمقراطيا عادلا، وحارب بثبات ميول ضيق الأفق والتعصب القومي والانعزالية بين الأكراد والاتجاهات الشوفينية في التعامل مع الشعب الكردي. كمن
غمر في نفس الوقت في نضال مثابر في تنظيم وقيادة الجماهير الشعبية الكادحة في معاركها اليومية الاقتصادية والسياسية، وكرس جهدا متواصلا لنشر وتعميق الوعي الطبقي والوطني في صفوف الطبقة العاملة وتعبئتها في منظمات نقابية وسياسية من أجل حياة أفضل وفي سبيل الحرية والسلم والديمقراطية. كما أولى حزبنا أهمية خاصة لبث الوعي الاشتراكي في صفوف العمال وجماهير الشغيلة بنشر الأفكار الماركسية اللينينية وتجربة البناء الاشتراكي على الكرة الأرضية، واستطاع وفي ظروف بالغة المشقة أن يسهم بقسط هام في هذه المهمة مما تحققت للأفكار الاشتراكية ومبادئها شعبية واسعة في العراق. وأسهم أيضا في النضال العربي التحرري ضد السياسة العدوانية لإسرائيل واغتصابها لحقوق وأراضي الشعب الفلسطيني الباسل، وإسناد الشعوب العربية التي تعرضت إلى العدوان الإمبريالي، واضعا كل طاقاته وقدراته لتأمين شروط الانتصار لحركة التحرر الوطني العربية. كما كان حزبنا فصيلة من فصائل الحركة الشيوعية العالمية يدافع عن وحدتها على أساس الماركسية اللينينية والأممية البروليتارية، ويسهم بصورة فعالة في نضالها المعادي للإمبريالية والرأسمالية وتأمين الانتصار لقضية التحرر الوطني والسلم والديمقراطية والاشتراكية. وكنهج ثابت لحزبنا بذل جهودا مكثفة في تحقيق التضامن والتعاون الكفاحي مع فصائل الحركة الوطنية والتقدمية في النضال من أجل غد أفضل وعراق مزدهر. فبالتحالف الكفاحي وفي إطار جبهة الاتحاد الوطني لسنة 1957 تم الإعداد لثورة 14 تموز المجيدة، والتي أصبحت القاعدة السياسية للثورة، وإسقاط النظام الملك الرجعي وإقامة الجمهورية الوطنية المستقلة.